مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. بيبدأ الفيلم بتايلور اللي بيكون متحمس جدا للمطعم اللي رايحه، على عكس مارجو اللي بتكون واقفة على جنب بتشرب لها سجارة ومش فارق معاها حاجة. وبيلاحظ تايلور الكلام ده وبينصحها توقف سجاير عشان السجاير بتأثر على استطعامها بالأكل، ودي حاجة بالنسبة له كارثة. فبتستهزأ مارجو بكلامه وبتقوله إنه مش فارق لها تفقد حاسة التذوق أصلا. ومع الأحداث بنعرف إن العلاقة ما بينهم مجرد اتفاق هو دفع لها عشان تيجي معاه المطعم، لأنه ما بيدخلش حد لوحده، فهي جاية الموضوع ده عزومة وخلاص، مش زي تايلور اللي حلم حياته يدخل مطعم هارسون. وبيقول لها تايلور إن المينيمم تشارج للشخص الواحد بس في المطعم ده $1250. بتتصدم مارجو وبتحس إن تايلور راجل مجنون ومبذر. بيبدأ باقي الزباين المطعم يوصلوا، واللي بيكونوا من علية القوم، رجال أعمال وممثل وأشهر ناقد الطعام. بينبهر تايلور بوجودهم، وكلهم بيركبوا قارب يوصلهم للجزيرة اللي فيها المطعم. وهناك بتستقبلهم إلسا المساعدة الشخصية للشيف جوليان سلوغ، وده الشيف الرئيسي للمطعم. بتاخدهم إلسا في جولة توريهم إن الأكل بيتجهز من الطبيعة وكل حاجة أورجانيك، واللحمة بيتم تدخينها وحفظها لعدد أيام معينة، يعني بتحلل لهم القرشين اللي دافعينهم. وبتعرفهم إن دي تجربة مش هتتكرر في حياتهم تاني، والحقيقة إن كلامها فعلا حقيقي، وده هنعرفه قدام. وهم في طريقهم للمطعم بيلاحظ تايلور بيت كبير في الجزيرة، وبيعرف إن ده بيت الشيف جوليان، فبيطلب إنهم يدخلوا يشوفوه، لكن إلسا بتقوله إنه مش مسموح بالزيارة. وجوه المطعم بيبان قد إيه المكان فخم وراقي جدا. كلهم بيقعدوا في ترابيزاتهم، وبنلاحظ إن مارجو بتبص على راجل كبير اسمه ليبراند، وهو راجل أعمال تقيل، وباين كده من نظراتها وتوترها لما شافته وتعمده لتجاهلها إنه كان في ما بينهم حوار، ولأن مع مراته بيحاول ما يبينش إنه يعرف مارجو. واخيرا بيظهر الشيف جوليان سلويك وبيرحب بزباينه وبيعرفهم بنفسه، وبنشوف قد ايه تايلور مبهور بيه انبهار مبالغ فيه. لكن بنقول عادي، يعني واضح ان تايلور راجل بيحب الاكل وبيقدره، ومين فينا ما بيحبوش. بيتكلم جوليان بثقة كبيرة وبيكون جاد جدا في طريقته، وكأنه بيخترع الذرة مش بيطبخ خالص. وبيقول لهم ان لكل طبق هيقدم لهم حدوتة وهدف معين، وده اللي بيخلي تجربتهم ما تتنسيش. بتقول لهم إلسا إن الأكل هينزل وممنوع أي حد يصوره، ولكن لما الأكل بينزل تايلور ما بيقدرش يقاوم وبيقرر يصوره في الخباثة ومحدش واخد باله. وبيكون مستمتع جدا بالأكل اللي هو بالنسبة لنا عينات، مش مجرد أكل أبدا، هو أكل الأغنياء كده، الحمد لله إن دي مش حياتي. المهم كل ترابيزة بتبدأ تدوق ويقولوا لبعض رأيهم في الأكل، وواضح إن الكل مستمتع بالتجربة إلا مارجو اللي بتقول لتايلور إن المكان مش مريح وطريقة الشيف غريبة. طبعا تايلور ما بيتفقش معاها في كلامها. وبعد ما بيخلصوا طبق المقبلات بيقول لهم الشيف ان الطبق التاني المفروض يكون عيش، وبيبدأ يحكي لهم تاريخ بداية العيش، واللي هو الخبز، يعني علشان اخواتنا في الخليج يفهمونا. المهم انه بيصدعهم بتاريخ بداية العيش ومكوناته، وبيقول لهم ان ده اكل الفقراء، وبما انهم دافعين دم قلبهم هنا فمش هيقدم لهم عيش، وهيقدم لهم عينات من الصوصات والمكونات الغالية. وبيطلب منهم يتذوقوا ويستمتعوا بكل لقمة بتدخل بقهم ويركزوا في مذاقها، لأنه راجل شيف كبير كرس حياته للطبخ ومن حقه إن أكله يتقدر. الناس بتفتكر إن الشيف بيهزر، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوه بيتكلم بجد. وترابيزة من الترابيزات واللي فيها برايس وتريس اللي بيشتغلوا مع صاحب المطعم نفسه بيطلبوا من إلسا إنها تجيب لهم عيش، ولما بترفض بيقولوا لها إنها ما تعرفش هم مين، وإنهم مهمين جدا ويعرفوا صاحب المكان شخصيا. لكن الكلام ده ما هزش إلسا إطلاقا، وقالت لهم هي دي القواعد وده الموجود، ولو مش عاجبكم اخبطوا دماغكم في الحيط. طبعا الطريقة بتستفزهم جدا لكنهم بيتجاهلوها. أما ليليان واللي بتكون أشهر ناقدة طعام بتبدأ تدوق الصوصات المتقدمة لها، وبتنتقد ملمس صوص منهم بينها وبين تيد اللي بيشتغل معاها. فجأة بتلاقي الشيف باعت لها طبق كبير من الصوص ده وبيقول لها إن قوامه سليم، فبتتفاجئ ليليان إنه سمعها، وبنحس إن الشيف ده وراه قصة كبيرة. بيلاحظ الشيف جوليان إن مارجو ما بتاكلش، فبيروح يسألها عن السبب. بتقوله إنها مش عاوزة تاكل الأكل ده ومش عاجبها، وإنها حرة تختار تاكل إيه وما تاكلش إيه. الكلام طبعا بيضايق تايلور منها جدا، والشيف بياخده على قلبه لكنه بيسكت وبيمشي. وبيجي وقت الطبق التالت، واللي بيكون فخدة فراخ وعيش التورتيلا. وطبعا دي أكلة عادية جدا ممكن ناكلها من تكة، لكن عشان $1250 لازم الشيف يطفحها لنا ويحكي لنا قصتها. بيعرف الشيف زباينه على مامته اللي بتكون قاعدة في ترابيزة لوحدها وسكرانة ومش دريانة بالدنيا، وبيقول لهم إنه زمان وهو طفل بابا كان سكران برضه، ودخل عليهم البيت واعتدى على مامته بالضرب. راح هو مسك مقص المطبخ ورشقه في فخدة أبوه، وطبعا ده غلط منه، بنفتكر إنه راجل عاقل وندمان.
لكن بنكتشف إنه شايف نفسه غلطان إنه رشقها في فخدته مش في رقبته. وبيبدأوا الويترز ينزلوا الطبق اللي بيكون مرشوق فيه مقص برضه في فخدة الفراخ. وبيقول لهم الشيف إن عيش التورتيلا هيخليهم يفتكروا ذكريات معينة في حياتهم، لأنه راسم على العيش حاجات تفكرهم بذكرياتهم. بيتفاجئوا لما بيلاقوا فضايحهم الشخصية مرسومة على العيش. ترابيزة تريس وبرايس بيكون مرسوم عليها فواتير مضروبة وخنصرة فلوس، ودي السرقة اللي بيعملوها في شغلهم. أما ليبرانت بيشوف مراته صورته مع واحدة تانية واللي بتكون مارجو، وبتكتشف خيانته ليها. وتايلور بيشوف صورته وهو بيصور الأكل في الخباثة، ووقتها بيكتشف إن الشيف كان شايفه. بيقول لمارجو إنه خايف على زعل الشيف وبيفكر يقوم يعتذر له، لكن مارجو بتتعصب عليه وبتقول له يبطل انبهار بالشيف لأنه مجرد شخص بيدفعوا له فلوس وبيشتغل عندهم. وبتقوم مارجو بتدخل الحمام وبتشرب سجاير، وبتلاقي الشيف داخل عليها الحمام. بتتفاجئ من وجوده، لكنه بيقول لها إنه عارف إن مش هي اللي كان مفروض تيجي مع تايلور، وإنه دارس قائمة زباينه كويس قوي قبل ما يجوا، ووجودها هنا مش صح. بتتخانق مارجو منه وبتسيبه وبتمشي. بيطلعوا للمطعم وبيكون جه وقت الطبق اللي بعده، واللي بيكون عامله شيف صغير اسمه جيرمي. بيحكي لهم الشيف جوليان عن قصة شغف جيرمي مع الطبخ، وإنه حلم حياته يكون طباخ معروف زي جوليان. لكن جوليان شايف إن جيرمي مجرد شاب مجتهد وطباخ كويس، لكن استحالة يوصل لمستوى جوليان. بس هو حب يديله الفرصة يطبخ لهم أكلة النهاردة، وبيقول لهم إن الأكلة دي بتعبر عن حياة جيرمي اللي عدى فيها بمقاس كتير. وبيتأثر جيرمي وبيسلم عليه جوليان، وفجأة بنلاقي جيرمي انتحر بمنتهى السلاسة والهدوء. الكل بيتفاجئ وبيتخض وبيبدأوا يحسوا إنهم في مكان سايكو، لكن الشيف جوليان بيقول لهم إن ده جزء من العرض واليوم اللي حجزوه. فبيفتكروا إنه قصده إن ده مجرد تمثيل وشو مش أكتر، وبيحاولوا يهدوا نفسهم ويقعدوا. لكن طبعا تايلور في عالم تاني لا يبالي بكل اللي بيحصل، مركز بس في الأطباق اللي بتنزله وبيستمتع بيها. لكن ليبرانت بيحس إنه مش قادر يكمل قعدة في المطعم ده، وبياخد مراته وبيقوموا عشان يمشوا. لكن حرس الشيف بيرفضوا يمشوه، وبتقول إلسا ليبرانت إن عقاب تصرفه هو قطع صباعه، وفعلا بيكتفوه وبيقطعوا صباعه، وكل ده بينفذوه بمنتهى السلاسة وكأنهم بيقطعوا خيار. وقتها الكل بيجيله زعر وبينهاروا وبيحسوا إنهم مش هيقدروا يخرجوا من المكان ده تاني. وبيروح الشيف لليبرانت وبيسأله إذا فاكر أسامي الأطباق اللي بيقدمها. بيطلع مش فاكر، فبيقول له الشيف إنه عشان كده جمعهم وهيعاقبهم، لأن محدش بيقدر مجهوده ولا أكله، وهو راجل عاش حياته كلها مكرسة بس للطبخ. فالكل بيتثبت مكانه وبيكونوا خايفين من الشيف، وبينادي الشيف على مارجو وبتروح له المطبخ. وساعتها بيعرض عليها تنضم للتيم بتاعه، لأن مكانها مش وسط الناس اللي بره دي، وإنه عارف إنها مش غنية ولا عندها سلطة زيهم. وبيقول لها إنه هيديها فرصة ربع ساعة تفكر وتختار يا تكون معاه أو معاهم. فبتسأله إذا انضمامها ليه هيغير مصيرها، لكنه بيقول لها إن كل المتواجدين هيموتوا حتى هو. بتتصدم مارجو وبترجع ترابيزتها، وبيكون تايلور في عالم تاني ومستمتع جدا بالأكل. وبيقول لها إنه بيحقد عليها إنها دخلت المطبخ واتكلمت مع الشيف بنفسه. وقتها بتتأكد إن مش الشيف بس اللي لاسع، لا ده كمان تايلور خليفته في الملاعب. بينهار تريس وبيمسك كرسي وبيحاول يكسر الإزاز، لكن بيكون إزاز مقوى ما بيتكسرش. وبيطلع الشيف وبيقدم لهم شاي عشان يروقوا أعصابهم، وبيقول لهم إنه مفيش مجال للهروب، وإنه قرر النهارده ينتقم من كل الناس اللي ما قدرتوش واللي عندهم سلطة وفلوس استغلوا بيها وما قدروش موهبته في الطبخ. وبيقول لهم إنه هيمتلك المطعم ده. فبيستغرب تريس وبيقول له إن صاحبهم هو صاحب المطعم. وقتها بيكشف الشيف عن الإزاز وبيوريهم صاحب المطعم وهو متربط بأجنحة وبيتغرق في المية، وبيقول لهم إنه بكده مات وبقى هو صاحب المطعم. بتقرر مارجو تاخد الشيف على قد عقله وتقول له إنها هتنضم للتيم بتاعه يمكن يرضى عنها. وبعدها بياخد الشيف كل الزباين ويخرجهم قصاد المطعم ويعرفهم بكاثرين صاحبة الطبق اللي جاي، وبيقول لها تحكي لهم قصة الطبق ده. بتبدأ كاثرين تحكي لهم القصة واللي بتكون غريبة جدا، وهي عن تحرش ومحاولة اعتداء الشيف جوليان عليها، وبتروح غزاه هي كمان بالمقص في رجله. واضح ان دي طريقة التعذيب عندهم، ومش بيدي الشيف اي رياكشن او بيتألم، وبيسحب المقص من رجله. وبيقول لهم انه هيدي الرجاله فرصه لمده 45 ثانيه يهربوا، وبعد ال 45 ثانيه رجالته هيدوروا عليهم، ولو لقوهم يبقى ضيعوا فرصه الهروب وهيرجعوا يموتوا مع الستات. بتاخد كاثرين الستات وبيقعدوا جوه المطعم وياكلوا اكلتها، وبيحاولوا يجاملوها ويقولوا لها قد ايه اكلتها حلوه، وبيسالوها اذا كانوا فعلا هيموتوا. فبتقول لهم بمنتهى الحماس وان هي صاحبه الاقتراح العظيم ده. بتحاول ليليان تغريها وبتقول لها انهم لو خرجوا من هنا هتعمل لها مطعم خاص بيها، لكن كاثرين ما بتتأثرش.
وبنلاحظ ان كل الرجاله بتحاول تهرب الا تايلور اللي بيكون قاعد بيراقب الستات وهي بتاكل ونفسه يجرب الاكل معاهم. طبعا الكل بيفشل في الهروب وبيرجعوا مرة تانية، وبعدها بيقول لهم الشيف ان تايلور من اشد معجبينه وانه بيتواصل معاه بقاله سنة وان الشيف سمح له يجي النهاردة، وبيقول لهم ان تايلور هو الوحيد اللي كان عارف ان اللي هيجي النهاردة هيموت، لكنه قرر يجي في مقابل انه يخوض تجربة الاكل الممتعة دي. فبتقوم مارجو تضرب تايلور لانه عارف كل ده وعرض حياتها للخطر عشان هوسه بالاكل، وبيكافئ الشيف تايلور وبيطلب منه يقوم يعمل لهم اكله. وتايلور بيكون متوتر جدا من كتر هيبة الشيف في نظره، وبيطلع أكلة طعمها وحش جدا، وبيوشوش الشيف تايلور في ودنه، وبنلاقيه بمنتهى الهدوء بينفذ كلامه وهو شايف ومقتنع إنه يستحق يعمل اللي طلبه منه، وبيروح يشنق نفسه. وبيطلب الشيف من مارجو تروح لمكان بره المطعم في الجزيرة تجيب لهم برميل من هناك. بتوافق مارجو وبتحاول وبتخرج فعلا وبتتأمل المكان وكأنها بتحاول تلاقي مهرب، وبتلمح بيت الشيف فبتقرر تدخله يمكن تعرف إيه حكايته. وهناك بتتفاجئ لما بتلاقي بيت الشيف نسخة من المطعم، وقبل ما تدخل أوضته بتوصل إلسا وبتقول لها إن وجودها هنا ممنوع، وبتكون إلسا غيرانة إن الشيف اختار مارجو وخايفة لحسن مارجو تاخد مكانها. فبتحاول إلسا تقتلها مع إنها عارفة إن كلهم كده كده ميتين، بس هو يمكن موت مارجو قبل إلسا يريحها نفسيا، لكنها ما بتقدرش وبتدافع مارجو عن نفسها وبتقتل إلسا. وبتقدر تدخل أوضة نوم الشيف وبتشوف حكايته وبدايته كانت ازاي في مطعم برجر واللي كان بياخد فيه احسن شيف. واخيرا بتلاقي تليفون تتكلم منه وبتطلب البوليس، وبترجع مارجو وهي عليها اثار دم إلسا وباين ان قلبها ميت لا تبالي. بتقعد مكانها وبترمي للشيف البرميل، والبوليس بيوصل وبيكون ده اللي مقوي قلب مارجو. بيحذر الشيف الزباين انهم يعترفوا باي حاجه، وبيبداوا الويترز يخبوا اي اثار للدم على اي شخص. بيدخل البوليس وبيقول ان في بلاغ، لكن الشيف بيقول له ان كل الامور تمام. ولما بيلمح الضابط الممثل دياز بيطلب منه يمديله اوتوجراف، وقتها دياز بيستغل الفرصه وبيكتب للضابط رساله استنجاد. فبيرفع الضابط سلاحه وبينزل الشيف على الارض. وقتها الكل بيطمن وبيقولوا للضابط ان جوليان مختل عقليا، لكن الضابط بيفاجئهم ان هو كمان مختل. وبيطلع المسدس اللي معاه مجرد ولاعة على شكل مسدس، وبيطلع من رجالة جوليان ودي مجرد تمثيلية عليهم. بيقول جوليان لمارجو إنها خانته لما فكرت تتكلم مع البوليس مع إنه اعتبرها واحدة منهم، وعشان كده هيموتها وهي في وسط الزباين مش في تيم الشيف. فبتقوم مارجو بتواجه جوليان وبتقول له إنه أكله مش عاجبها وإنه معمول بهوس مش بحب، ورغم إنها زبونته إلا إنها لسه جعانة ومش مستمتعة بالأكل. فبيسألها عن سبب عدم استمتاعها، بتقول له عشان كل طبق ينزل بدل ما اقعد استمتع بتصدعنا بقصص كل طبق. فبيتضايق جدا جوليا وبيتأثر انه فشل يمتعها باكله، وبيسألها نفسها في ايه ويعمله لها. فبتقول له نفسها في تشيز برجر. وبتكون مارجو ذكية بتحاول تلعب على الشاب الشغوف اللي جواه بتاع زمان وتفكره ببداياته ونجاحه، وفعلا خطتها بتنجح وبيعملها الشيف سندوتش برجر بمزاج. بتاكل جزء منه وبتقول له قد ايه هو حلو واحلى من كل اللي قدمه، وبتطلب منه يلف لها الباقي تيك اواي. وفعلا بيعمل كده وبيقدم لها العلبه فيها باقي الساندوتش وبيطلق سراحها. الله، طب الموضوع لو سهل كده يا جماعه ما كله يطلب برجر واخلعوا. لا، الباقيين فضلوا متثبتين مكانهم، وطلب منهم الشيف الحساب عشان معلش هنموت لكن كل واحد يخلص اللي عليه. وفعلا بيحاسبوا وبيلبسهم مارشميلو وشوكولاتات ويقول لهم ان كلهم يستحقوا يموتوا وهو كمان هيموت معاهم. ولانه طباخ قرر يموت بطريقه السيحان، يموت على نار هاديه بيولع في نفسه وفيهم. وبتكون الوحيدة اللي نجت من الكابوس ده هي مارجو عشان كانت شاطرة وطلبت برجر. وده يعلمنا ما ناخدش بالمظاهر وناكل في محلات على قد الإيد عشان داخلين على أزمة اقتصادية عالمية وأيام ما يعلم بها إلا ربنا. الفيلم ده من كتابة ريم هشام المعاليفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.